هاي اصحابي، شفتوا اللي حصل امبارح؟ كان كده بيبدا الاسطوره ابن اسوان البار بكار ويقول شفتوا اللي حصل امبارح. طبعا كله شاف اللي حصل امبارح، وخصوصا جمهور الزمالك اللي سافر في القطر اللي وفره سياده الوزير كامل الوزير، اللي كله عارف انتمائه طبعا وعارف هو قد ايه بيعمل الزمالك. يعني منين نادي مديون لطوب الارض وبيأجر ويجيب سندوتشات المهم هم شافوا اللي حصل امبارح في الاستاد والفضيحه اللي حصلت، والزمالك فلت من هزيمه رهيبه يعني 2-1، غير ان هو في كورتين في العارضه واربع انفرادات. يعني الموضوع كان كبير، او فلت من هزيمه فعلا 4-1 او 5-1. وهم راجعين في القطر طبعا هم عندهم ما كانوش يعرفوا ان هيرجعوا، القطار هيرجع بتوقيت اهرامات الجيزه الساعه 3. دي مهمه قوي. رجعوا عينه واتصدموا، ولما عرفوا الخبر وهم في القطر، لان هو ما كانش فيه رفاهيه التلفزيون في القطر، يعني هم مش عارفين، يعني كله على الموبايلات وكده، فسمعوا النتيجه او شافوا فاتصدموا، يعني جالهم صدمه. الاهم من ده كله ان هم بيقول لك جالهم حاله جنان وهبل، جالهم هبل وفضلوا يتنططوا في القطر رايح جاي، ولسان حالهم يا عيني قطر اللي جاي من اسوان اديني جبنه ولانشو اوام. ورجعوا، وكالعاده مدربهم ورئيسهم وكل ما قايم على منظومه الزمالك كله بيضحك عليهم باسم الاهلي. يعني مدرب الزمالك راح لمدرب اسوان ويقول له يا ريت تلعب كده قدام الاهلي. سياده المستشار العبقري طلع بالليل في القناه بيتكلم على ماتش الاهلي وبيراميدز، لانه مش قادر يتكلم على الفضيحه والمهزله اللي عنده، فدي كارثه من كوارث الدنيا يعني. فهم فعلا زي ما قلت لكم قبل كده في القناه، هم ما عندهمش اي محتوى، يعني هم بيشوفوا اي اللي راح يشوفه، فهو عارف ان لما يتكلم على الاهلي بيعمل مشاهدات، فعشان كده بيشدوا انتباه الاهلاويه يعني. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه ماتش الاهلي وبيراميدز. ماتش الاهلي وبيراميدز في الضياع، يعني الاهلي عمل ماتش ولا اروع ولا اجمل ولا اسبل ولا احلى ولا امتع ولا انيل من كده يعني، وكسبنا الحمد لله. قفشه كالعاده طول ما هو موجود، يعني انا بشوف صانع لعب 70-80% من كوره اخطاء، يعني كارثيه، حاجه كارثيه. فاحنا لازم حل في الموضوع دوت، لازم حل في القصه دي، لازم حل في موضوع ان احنا عايزين فعلا صانع لعب، عايزين جناحين يعني يكونوا اقوياء جدا. الاهلي في ازمه ولازم صفقات تدعم. كان احلى هابي نيو يير، بدأنا فعلا احلى هابي نيو يير، بدأنا راس السنه واحنا متصدرين واحنا الاول على الدوري. الاداء كان الى حد ما كسبنا الحمد لله، الاداء كان مش ولا بد. فدي نقطه مهمه قوي لازم نعمل حسابها في ان احنا متصدرين يعني. ويا عيني على الناس اللي ركبوا القطر وخدوا سندوتشات وخدوا العصير، تقريبا المشكله كانت العصير مش جهينه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا لازم يغيروا نوع اللانشو والجبنه، لان الموضوع كده مش هينفع يعني. احساس كان غريب جدا جدا، واحساس يزعل يا عيني. الناس سافرت وقطعت من وقتها وراحوا وشجعوا بخصوص التشجيع، ودي اهم نقطه. جمهور الاهلي امبارح او جمهور اسوان محب الاهلي، عشان كده انت مش محتاج تدعم جمهورك. الاهلي عارف جمهوره، عارف انه موجود في كل حته، احنا منتشرين في كل حته، احنا كتير قوي 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 يعني. فجمهور اسوان امبارح يعني بغض النظر عن المشكله اللي حصلت بينه وبين الباشا شيكابالا ابن بلدهم، اللي هو المفروض يعني اسطوره الزمالك، انا ما اعرفش اسطوره ازاي يعني، ولا اهداف ولا بطولات ولا حاجه حاسمه في التاريخ، بس هو اسطوره. حتى جمهور اسوان اللي هو منهم ما بيحبوهوش، وعمل مشكله كالعاده وعمل شو والقصه دي يعني في الغريب قوي. هو واضح ان هو محبوب جدا، حتى يعني اتعامل كويس يا اخي معاهم يعني. فجمهور الاهلي امبارح اللي هو جمهور اسوان المحب غطى على جمهور القطر وجمهور سندوتشات اللانشو. بخصوص السندوتشات دي انا فعلا مش شايف السندوتشات غير حاجه واحده بس، ان رئيس نادي يطلع يشتمهم وبسندوتش اجيبك زي بالظبط فيلم اجازه مش عارف ايه كده، اجازه صيف، اللي هو بص في عيني يا عتريس يا حبيبي عامله لك سندوتش حلاوه باللوز. فمساء الفل.